السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله باذن الله السنه جانب على جبل عرفات صحبه حلوه كده باذن الله. زي ما احنا شايفين كده، دي حله بطاطس، كنت بعمل بطاطس وكنت موطيه عليها. وبعد ما استوت انا رحت انا بدل ما اقفل البوتاجاز رحت عليت، وانا طبعا مش واخده بالي من الموضوع ده. وللاسف طبعا هو كان الشفاط مولوع، فطبعا ما شميتش حتى ريحه شياط ولا اي حاجه. يعني لما دخلت بالصدفه شفتها، لولا كده انا مش عارفه كنت هوصل. يعني الحمد لله ربنا ستر. وطبعا انا انصحكم ان انتوا تاخدوا بالكم قوي قوي الموضوع ده. يعني لو انتوا موطين البوتاجاز وجايين تطفوه، بصوا على النار اتطفت ولا لا، عشان ما تحصلش نفس المشكله معايا. بعد كده طبعا هو الاستانلس بيبقى صراحه صعب قوي في استعماله، وبرده كمان في طريقه التنظيفه. يعني يعني الموضوع ده لو حصل في حله الومنيوم كانت هتبقى سهله، وهنعملها بسرعه وهتتلمع بالسلكه وخلاص. انما الاستانلس لا. ده صابون انا عاملاه من بواقي الزيت المستعمل، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو وهنزل لكم الطريقه. الصابون ده بيبقى حلو قوي. يعني انا صراحه في اي حاجه بستعمله، حاجه اغسل بيها المطبخ، الشفاط، اي حاجه بيبقى معايا الصراحه بكل سهوله بكل سهوله. الدهون بتطلع وبنظافه، وبقى من غير ريحه ولا باور ولا ستريتس ولا اي حاجه. يعني الحاجات دي صراحه جميله جميله. الصابون ده حلو قوي، ده ايدي ورجلي زي ما بيقولوا. طبعا انا حطيت هنا ميه سخنه في الحله عشان الحاجات اللي هي لازقه السودا دي اللي اتحرقت تبوش. والغطا نفس الطريقه. طبعا الغطا هو خد لون بس من الحله، بس مفيش حاجه لازقه فيه. الحاجات اللي لازقه هي اللي بره بس. فطبعا اول حاجه هندعكه بقى بالسلكه الاستانلس، عشان السلكه الاستانلس لو اي حاجه تكون لازقه بتطلع بسرعه. بعد كده بعمله بنضفه بالسلكه الناعمه، السلك الالومنيوم الناعم. يعني في الاول بالسلكه الاستانلس، وبعد كده بالسلك الالومنيوم. زي ما احنا شايفين كده، بصوا ابتدى يلمع ويبقى زي الفل. طبعا انتوا هتقولوا بقى نعمل بالكربونات والحاجات دي. على فكره الحاجات دي انا جربتها ما بتجيبش نتيجه. عشان يعني ايه ما نقولش لا، في حاجات كده بتبقى فيك، في حاجات فعلا على الفيس بتبقى فيك، على اليوتيوب بتبقى فيك، ما بتبقاش يعني ايه مش لا، ما بتجيبش نتيجه كويسه. وهنا برضو بالسلكه الاستانلس زي ما احنا شايفين كده، السلكه الاستانلس طلعت كل الحاجه بقى ايه اللي هي لازقه، اللي هي بتبقى بارزه. بعد كده برضو بالسلك الالومنيوم اللي هو الناعم، وغسلناها كده غسله كويسه ودعكناها حلو قوي من جوه ومن بره، لحد ما يعني كل الحاجات اللي كانت لازقه دي طلعت معايا. طبعا الاستانلس ده يا جماعه خدوا بالكم لما بنيجي نسوي فيه، يعني بالراحه يعني، وتشوفوا البوتاجاز وكده. بصوا بقى، هنا اقصى حاجه انا وصلت لها خلاص. هو هنا خد لون. يعني الحاجات دي مش لازق، الحاجات دي لون، الاستانلس نفسه خد لون. طبعا انا جربت زي ما قلت لكم بقى البيكربونات والحاجات دي. الكربونات ولا الحاجات دي عملت معايا حاجه. صراحه انا سبتها قعدت فتره طويله ما عملتش فيها حاجه، كنت زعلانه عليها لان مقاس الحله دي بالنسبه لي عملي جدا. انا بعمل فيها كل حاجه لان المقاس ده حلو قوي. انا عندي كبير واكبر من دي وعندي الاصغر، فدي اللي بالنسبه لي احلى حاجه. لحد ما بقول لاخويا صراحه يعني، وهو قال لي على الفكره دي. ولما جربت حته، لو انتوا تشوفوا حته كده في القعر هنا بتاع الحله معمول اتعملت كويس، قلت لا انا كده هوريكم الفيديو، هصور وهوريكم الفيديو عشان لو اي حد عنده حله بالمنظر دوت. ان شاء الله بتمناش طبعا انتوا تعرضوا للموقف اللي انا تعرضت له ده. يعملها. دي صنفره ناعمه، وخدوا بالكم نجيب صنفره ناعمه عشان ما نجرحش الحله، يعني ما نجرحش الحله. وفي اتجاه كده اللي هو يعني مدوره، يعني ايه مش عارفه اقولها لكم ايه. يعني واحنا بنعمل بالصنفره كده، وبندعك كده بالصنفره ونصنفر الحله بيها، نعمل في اتجاه ايه الحله كده داير كده، عشان ايه ما تتجرحش مننا قوي. انا عاوزه اقول لكم ادتني نتيجه مبهره، يعني رجعت لي الحله جديده. بس زي ما قلت لكم صنفره ناعمه من بره، لا نعملها من جوه الحله، نعملها من جوه، انما من بره ما نعملش من بره بالصنفره، علشان ما تخليش شكل الحله وحش. ودي الحله بعد ما عملناها زي ما انتم شايفينها رجعت زي الاول. انا فرحت جدا صراحه ان الحله رجعت كده. خدوا بالكم بعد كده من البوتاجاز، ارجوكوا خدوا بالكم من البوتاجاز وانتوا بتعملوا الاكل. اتمنى الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو كتير. مع السلامه.